السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا جبنا لكم البطاطا محشوة، بطاطا أهلها محشوة بالتونة، وانتي تحشيها على حسب وش عندك. تقدري تحشيها بالفيونداشي، تقدري تحشيها بصدور الدجاج، تقدري تحشيها بالتونة كيما يظهر لك. هنا راه تفضلوا معنا المطبخ تاعنا. دركا رانا جبنا البطاطا، رانا نقطعوا فيها تقطيع عشوائي، يعني مش ماشي كويرات والله، نقطعوا خلاص هكذا حبيباتي. ودركا نوريو لكم الوصفة كيفاش درناها، كيفاش طيبناها، وراهي تجي روعة يعني. كيما نقولوا نبعدوا شوية على البلاوات هذوك تاع البطاطا الفريت، وعلى البطاطا كيما نقولوا بطاطا كوشة. هذه بطاطا محشوة جاية روعة ما شاء الله تبارك الرحمن. ماذا بينا ان شاء الله دايما نديروا معكم جديد، ودايما نديروا وصفات جديدة. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم يا رب العالمين. هنا رانا نقطعوا كيما قلت لكم في البطاطا تاعنا، وهذه وصفة والله العظيم غير جات تشهي يعني. تقدري ديريها للضياف، تقدري ديريها للمالين دارك، تقدري ديريها وانتي رايحة للبحر، ديريها في بورتموجي تديها للوليدات هذا شط البحر. هنا دوك البطاطا تاعنا رانا درناها في طنجرة كيما نقولوا لك كسرونة. نحطوا لها شوية تاع الماء، الملح ما نديروش، نديروا الماء ونحطوها طيب حتى تطيب مليح. هي تطيب وحنا نصفوها من ذاك الماء، ونحكموا نمرسوها كيما نقولوا، ولا نلبزوها ولا نرحوها، ولا كل واحد بالطريقه تاعو كيفاش يرحيها. احنا نعبزوها بهذه تاع البطاطا كامل، نعبزوها مليح حتى ترجع رطبه ملساء، ترجع ملساء هكذا كامل هكذا حبيباتي هكذا. بطاطا تاعك راهي طايبه مليح، تقدري تمرسيها حتى ترجع كما قلت لك ترجع ملساء. يعني تقدري باش كي تخدمي بها الاشكال تاعك اللي تخدميه مثلا مثلثات او كويرات او اهله تخرج لك مليحه. هنا ندوزنوا البطاطا تاعنا، نديروا له شويه فلفل حار مرحي، هذا فلفل احمر حار، وما يجوا بنان كي يجوا حارين. اللي يحبوا المقرمشات الحاره يديروا هذول شويه مغرف تاع زنجبيل هكذا، نديروا لها مغرف راس الحانوت. ملح رانا ما درناش الملح في الاول، ديروا الملح هكذا حبيباتي. اللي يحب الفلفل الكحل يدير فلفل الكحل هكذا. نديروا زوج مغارف، احنا عندنا 4 مغارف تاع نشاء، يعني 4 مغارف تاع القهوه، يجيوك بزوج مغارف تاع الماكله. ديري بزوج مغارف تاع الماكله تاع نشاء باش تتلم لك البطاطا ما تفتحلكش في المقلاة هكذا. ونخلطوا كل شيء مليح. مازلنا نزيدوا لها دوك نزيدوا لها الكركم راهو مليح، يمد لها اللون الاصفر ويعطي لها نكهه خاصه ومفيد للجسم ثاني. حتى الكركم راهو مليح. هنا نخلطوا البطاطا تاعنا مليح مليح، دخلوا داك النشا والتوابل اللي درناهم، لي زيبيس هذوك اللي درناهم، خلطوا مليح على البطاطا هكذا حبيبتي. البطاطا تاعنا راهي ملسه، رحيناها مليح هكذا. ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وراهي وصفه يعني سهله وبسيطه وبنينه بنينه بنينه ما شاء الله بنينه يعني. الوليدات ياكلوها لك في الداله، والله في الداله ياكلوها هكذا حبيباتي. وراهي سهله التحضير يعني، ومكوناتها بسيطه. هنا كما قلت لكم جيبوا الكركم، ديروا مغرف شويه تاع القهوه تاع الكركم، راهو كما قلت لكم يمدلها لون ويمدلها نكهه هكذا حبيباتي. هكذا. ونجيبوا التونه تاعنا نصفوها من الزيت، لازم نصفوها مليح، نعصروها مليح من الزيت باش هذاك الزيت ما يتقبلناش البطاطا تاعنا ويخرج يغلي كذا يتقبلنا البطاطا. لازم التونه تاعك تصفيها من الزيت، ولا درتي اللحم مثلا قليتيه في الزيت لازم تصفيه من الزيت، لازم يكون مصفى مليح مليح هكذا.
وتونه على حساب العيال تاعك، البطاطا على حساب العيال تاعك، يعني ما عندكش كيما نقولوا ميزان محدد باش ديري تونه يعني، ولا ديري البطاطا على حساب العيال تاعك. الا عندك العيال بزاف راكي ديري كميه متضاعفه، ولا كان درتي ولا عندك العيال شويه ديري على قياس العيال تاعك. هكذا حبيباتي نعصروا التونه مليح من الزيت، ما نخلوش فيها الزيت هكذا. هكذا حبيباتي. ولك الاختيار، يعني حبيتي ديريها كيما قلت لك بالدجاج، حبيتي ديريها باللحم، حبيتي ديريها بالتونه، حبيتي ديريها بالسردين، حبيتي انتي واش حبيتي تعمري البطاطا تاعك لداخل. هكذا حبيباتي. ودرك انا بدرو نخدموا في البطاطا تاعنا. شوفوا نديروهم قرصات صغار، نديروهم كامل تقريبا نفس الحجم هكذا. هكذا الا قدرتي تقرصيها في حاجه قرصيها، لما قدرتيش ديري بين يديك برك وساعفيها كيفاش تخدميها. شوفي هنا كيفاش رانا نديرو، نحطو في القلب تاعها التونه هذيك، نخدموها على شكل هلالات هكذا، نخدموها مليح، نلمولها جنابها مليح باش ما تتحلش هكذا. ونحطوها في البيض ونزيدو نعاودو نرمدوها في لاشابلور هكذا حبيباتي. نجيبو دوكا كيما قلت كنا درنا لها البيض باش ما تحلناش، نزيدو نديرو لها لاشابلور، نرمدوها في لاشابلور، ونكملوا الكميه تاعنا كامل كيما راكي تشوفي حبيباتي. يا البنات اللي راكم عطله دوكا ماكمش تقراو تاع الجامعه تاع الليسي، البنات المبتدئات اللي يدخلوا المطبخ جدد، راهي وصفات سهله وبسيطه. راني نقدم لكم كيما نقولوا وصفات ماشي تعجزي باش طيبيها وتعجزي باش توجديها، راه مسهلين. شوفوا هنايا رانا نعاودوا نزيدوا نديروا لكم المره الثانيه تشوفوا كيفاش نعمروها هكذا حبيباتي. هكذا كيما راكي تشوفي نخدموا لها الجناب تاعها مليح باش ما تحلناش، كي نديروها في المقلاة ما تحلش هكذا حبيباتي. ونزيد نحطه في البيض، ومن بعد نزيد نحطه في لاشابلور نفس كيما نديروا الاولى حتى نكملوا الكميه تاعنا كامل، كامله هكذا. هكذا حبيباتي رانا كملنا الكميه تاعنا كامل. كيفاش تشوفوا كيفاش خدمناها، شوفوا كي جاو ربي يبارك ما شاء الله. درك نروح نديروا المقلاة تاعنا يسخن الزيت نتاعنا، ونحطوا نطيبوهم يحمروا على الجهتين، لازم تحمريهم يجوك مقرمشين من فوق وطريين من الداخل. والفوق مقرمشين بهذاك البيض ولا شابلور يجوك مقرمشين وحمورة، والبرا والداخل يجوك طريين، الداخل يجوا طريين ما شاء الله هكذا حبيباتي. وراهي وصفة كما قلت لكم راهي في منتهى الروعة، نتمنى ان شاء الله تجربوها وجمجموا لي، ديروا لي جيم للفيديو تاعي، ما تنساونيش بالجيم خويتكم. راني ماذا بيا دائما نجيب لكم الجديد، دائما كيما نقولوا نجيب لكم وصفات اللي نديرها في المطبخ تاعي نشاركها معاكم. شوفوا حبيباتي كيفاش يجوا حموره ويتقرمشوا من برا، روعه والله غير روعه هكذا حبيباتي. نكملوا الكميه تاعنا كامل، شوفوا كيفاش نطيبوها، نكملوا الكميه تاعنا كامل ونحطوها في صحن التقديم. شوفوا كيفاه جات، راهي جات ما شاء الله تبارك الرحمن. نتمنى ان شاء الله تجربوها الوصفه هذه، وراهي روعه. واش راح نقول لكم حبيباتي، ان شاء الله في فيديوهات قادمين ان شاء الله نتلاقاو، ونقول لكم بقاو على خير حبيباتي، والى الملتقى ان شاء الله. وما تنساونيش بالجام، ربي يحفظكم ان شاء الله يا رب العالمين، وبقاو على خير.